يا رب يا عالي انصر الأهلي الغالي. وقت الدعم، وقت المساندة للعيبة والجهاز الفني ومجلس الإدارة، مش وقت لوم ولا وقت عناد. كلنا خلف النادي الأهلي إن شاء الله، والدعم من أجل الدوري وإفريقيا. الأهلي بيختتم تدريباته قبل مواجهة طلائع الجيش غدا في آخر مواجهات الدور الأول من الدوري الممتاز، والبروفة الأخيرة قبل مواجهة الترجي التونسي يوم الأحد القادم في دوري أبطال إفريقيا. ولكن مواجهة طلائع الجيش مواجهة هامة جدا للنادي الأهلي من أجل مواصلة الانتصارات ومطاردة نادي الزمالك وبيراميدز على لقب بطولة الدوري الممتاز. ياسس رب أعلن القائمة اللي بتضم في حراسة المرمى محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، بيكهام، بن رمضان، ياسر، تريزيجيه، شريف، عطية، الشحات، بن شرقي، بالعمري، هادي رياض، إمام عاشور، اليو ديانج، واحمد عيد، واحمد السيد زيزو، مروان عثمان، طاهر محمد طاهر، محمد هاني، واحمد كوكا. كل التوفيق للنادي الاهلي وحصد الثلاث نقاط في مواجهة طلائع الجيش العنيد. حكم المواجهة اللي قررت لجنة الحكام تعيينه محمد معروف حكما لمواجهة الاهلي وطلائع الجيش. المباراة مذاعة عبر قنوات اون سبورت صاحبة الحقوق الحصرية لمباريات الدوري الممتاز. متابع المشجع مع أحمد، الأهلي محتاج دعم كل جمهوره في الفترة الحالية. مش وقت انتقاد، مش وقت لوم على لعيبة ولا جهاز فني ولا مجلس إدارة، ولكن وقت المساندة، وقت الدعم من أجل تحقيق الدوري وبطولة إفريقيا إن شاء الله.